ومنهم العلامة الشيخ حسن الشطي شيخ الحنابلة في دمشق، متوفى سنة 1274. قد أرسل إليه بعض الوهابية، الحتة اللي أنا بحبها وبضحك عليها قوي دي، رسالة. واحد وهابي بعت للشيخ حسن الشطي رسالة، والشيخ في مرض موتي أو مريض يعني، قال له: يا مولانا، إيه رأيك في الاعتقاد الجميل ده، اعتقاد الوهابية؟ نريد أن تقرض لهذه الرسالة. مش دي عادة العلماء، يألفوا كتب ويدوا العلماء يقرضون لهم، زي ردود الناس على المذاهب الأربعة. كانوا ردود الناس على الوهابية زي ما سمعتوا كده في هذا الدرس، يقرض لها العلماء من المذاهب الأربعة. فهم حبوا يعملوا الحكاية دي، ألف الرسالة وبعتها للشيخ حسن، قال له: يلا بقى يا مولانا، عاوزين بقى تقريظ حلو كده عشان نطلع نقول للناس إن شيخ الحنابلة في الشام أثنى على اعتقادنا. يلا بقى. وراح يحكي للعيال الوهابية أصحابه: اسكت، ده احنا قاعدين مستنيين الخبر الجميل. ايه يا عم، ايش فيك؟ قال له: الشيخ حسن الشطي احنا بعتنا له الرسالة عشان يكتب لنا تقريضا، عشان نطلع نمثل على العيال الهبلة ونقول لهم ان الحنابلة موافقين على ما نقول. قاعدين الجماعة المخذولين دول مستنيين تقريض عمنا وعمهم وعم عمامهم الشيخ حسن الشطي رحمه الله. فالشيخ حسن الشطي لم يكذب خبرا، جزاه الله خيرا، فقال: لعن الله من اعتقد هذا الاعتقاد. يعني والله يا جماعة، أنا بحب الحكاية دي جدا، وكل ما أحكيها لازم أضحك. مش ممكن، مفيش أحلى من كده. مش مثلا ما ردش ولا طنش، ولا مثلا قال له: يا ابني بلاش الكلام ده، أو يا حبيبي ارجع للي أنت بتقوله ده. قال له: لعن الله من اعتقد، خد يا ابني التقريظ بتاع عمكم: لعن الله من اعتقد هذا الاعتقاد، حسن الشطي.